في هذا الفيديو اليوم غادي نوريك كيفاش تقن واحد المهارة اللي من بين احسن المهارات اللي غادي يعاونوك في حياتك، وهي انك تولي قادر تقرا بنادم قبل ما يهضر، ولا توصل انك تولي قادر تعرفو فاش كيفكر بلا ما يقول حتى شي كلمه، وايضا تعرف الناس اللي متقربين منك ديال بصح والناس اللي غير كيضيعوا معك الوقت. اليوم غادي نتعرفوا على لغة الجسد وكيفاش تقرا الشخص من الداخل ديالو بلا ما يهضر. لغة الجسد هما هذوك التصرفات ولا التعبيرات اللي كيديرهم هذاك الشخص اللي كيكون معاك، ومن الاحسن بلا ما تركز على الهضره ديال هذاك الشخص اكثر من لغه الجسد، حيت الا ركزتي مع الهضره فقط وخليتي لغه الجسد غادي يكون ساهل باش يتكذب عليك، وغادي تيخ ديك الكذبه ببساطه، وهادشي ما غاديش تلاحظوا حيت الانسان يقدر يكذب في الهضره بواحد الطريقه اللي سهله، اما لغه الجسد صعيب بزاف يكذب فيها الانسان. وكتكون اول حاجه اللي تقدر تقراها في اي واحد واسهل حاجه اللي تقدر تلاحظها هما العينين، حيت صعيب الانسان يتحكم فيهم بالاراده ديالو. الا كان شي واحد كيعاود لك على شي حاجه وكتلاحظ باللي كيشوف بعينيه في الجهه اليسريه بزاف، فعرف انه غير كيكذب عليك وداكشي اللي كيقول كامل كذوب. وغتقول لي باش نعرف كيقول الحقيقه ولا كيكذب؟ الا كان كيشوف في الجهه اليمنيه وكيشوف فيك وكيستعمل يديه، فعرف باللي كاع ما كيكذب وكيقول الحقيقه. اما لا هضرتي معاه وداك الشخص بقى كيشوف لتحت وحاني راسو وما قدرش كاع يهز عينيه فيك، فعرف باللي اما كيحترمك بزاف ولا راه نادم على شي حاجه اللي دارها ومازال كيفكر فيها. واحد الحاجه اخرى، الا كان هذاك الشخص كيدوي معاك وفيسال ديك الهضره راجعه اللور، فعرف باللي كان كيكذب عليك وبغى يتهرب من ديك الهضره. ودابا من بعد ما سالينا من العينين ندوزو للمشي ديالك، حيت الطريقه باش كتمشى في الزنقه مثلا كتحرك كتافك وراسك مرفوع اولا ظهرك واقف ولا حاني، هذه كلها كتدل على قوه الشخصيه ديالك. والمره الجايه فاش تكون كتمشى رد البال، وما كاينش غير هادشي، كاين بزاف ديال العلامات اخرين، ولكن الا جيت نذكرهم كاملين يجي الفيديو طويل وممل. ودابا ندوزو لليدين الصراحه هما يقدروا يعطوك بزاف ديال المعلومات على نوايا الشخص اللي معك. سول غير راسك مثلا اخر مره كنتي كدوي مع شي واحد واش رديتي البال ليديك شنو كنتي كدير بيهم، وغالبا يكون الجواب ديالك هو لا، والاغلبيه ديال الناس ما كيردوش البال ليديهم وكيخليو اللاوعي ديالهم هو اللي يتحكم بهم، وهادشي اللي كيخلي ساهل انك تقرا داك الشخص. وإلا كان داك الشخص اللي معاك داير يديهم موراه ولا كنتو جالسين في شي بلاصه ويديه كاع ما كيبان، غالبا هاد الشخص كيكون داير شي مشكله ومخبيها عليك، اولا مخبي عليك شي حاجه من ورا ظهرك، وفي كلتا الحالتين كتكون شي حاجه من ورا ظهرك. ولا كان شي واحد شاد يديه وصبعانو متشابكين، عرف انه يا ما مرتاحش في هذيك البلاصه ولا راه متوتر ولا مخبي شي حاجه. وهذيك يلاحظوها المحققين بزاف فاش كيكونوا كيحققوا مع شي واحد. واحد الموقف كنديروه ديما فاش كيسولنا الاستاذ واش فهمنا، وحنا كنقولوا فهمنا، وحنا في الحقيقه ما فاهمين حتى وزه. ولكن اللي ما كنلاحظوش هو اننا فاش كنكونوا كنهضروا يا اما كنحكوا نيفنا ولا كنحكوا جهه ودنا، وحنا كنقولوا ديك فهمنا، وهذا اكبر دليل على اننا ما فهمنا والو. فاذا كنتي كتشرح لشي واحد شي حاجه وقال لك فهمت وكان كيحك جهه نيفو ولا ودنو، فعرف بلي راه ما شد والو من داكشي اللي قلتي. اما الا كنتي كدوي مع شي واحد وهذاك خونا داير يديه في جيبو، هادشي كيعني انه ما مهتمش بهذاك الشيء اللي كتقول ليه، فمن الاحسن يا اما تسكت ولا تقلب على شي موضوع اخر اللي يكون مهتم به. ودابا غادي ندوزو للرجلين. جاتك غريبه ياك؟ راه حتى الرجلين كيعنيو شي حاجه، ماشي غير حاجه وحده، واجي هما. الا كنتي كتهضر مع شي واحد والرجل ديالو دايره الجهه مختلفه على الجهه ديالك، تعرف انه ما مهتمش بهذاك الشيء اللي كتقول وكيغلب على الفرصه فين يمشي في حاله. اما العكس، الا كان رجليه شي فين جيتك، فعرف انه مهتم بهذاك الشيء اللي كتقول. ايضا لاحظ التقارب الجسدي بينك وبينه، المسافه بيناتكم. الا كنتي كتحاول تقرب من شي واحد بكثر من خطوات الفرق وهو كيبعد، فعرف بلي ما باغيش العلاقه ديالكم يدخلوا فيها المشاعر، وباغي العلاقه تبقى غير سميه بلا مشاعر، والعكس صحيح. وهذا الشيء ايضا يخليك تعرف شكون كيعجب شكون غير بالتقارب الجسدي ديالهم. وخاصك تعرف ايضا انه كاين اللي كيتلاعب بك بلغه الجسد ديالو، كتبان لك انت حاجه هو كيكون غير كيمثل. هذاك الشيء علاش ما تثقش في لغه الجسد بزاف، حيت تقدر تخرج عليك في مواقف. وإلا كنتي تاجر وباغي تبيع واحد الكميه اللي كبيره من السلعه ديالك، خاصك تعرف بلي لغه الجسد كتلعب واحد الدور اللي كبير في التعامل ديالك مع الكليان، وهي واحد العامل اللي كيبين واش غتبيع بكثره ولا لا. حيت بزاف ديال الدراسات بينوا ان الناس ما كيشريوش على قبل المنتوج بوحديتهم، انما حتى على الاحساس ديالهم تجاه داك اللي باع لهم هذيك السلعه. ودابا ندوزو لاهميه لغه الجسد في الخدمه ديالك اولا مقابله ديال العمل، حيت الاغلبيه ديال الخدمه خاصك دوز من واحد المقابله شفويه الا بغيتي تخدم، حيت ان لغه الجسد خدامه بزاف هنايا وكتلعب واحد الدور اللي كبير. خاصك تعرف ان هذوك الموظفين اللي كتقابل معاهم في داك الاختبار الشفوي كيكونوا خبراء في لغه الجسد، وغادي يعرفوا فوقاش تكون كتكذب ولا مستريسي. وداك الشيء علاش ركز على الطريقه الدخله ديالك والطريقه الهضره وكيفاش تسلم، وحتى الطريقه كيفاش تكون جالس. واخر بارتي هي كيفاش تحكم في لغه الجسد ديالك
وما تخليش الناس يقراوك بسهوله. كاينين بزاف ديال الطرق كيفاش تحكم في لغه الجسد ديالك، ولكن الانسان البشري مهما حاول يتعلم لها ويتقنها كتبقى شي بعض المرات فاش كطيح في شي مواقف كتبقى تسيطر على راسك، وديك الساعه الجسد ديالك كيدير فيك ما بغا. وحتى لهنا كنكون وصلنا لنهايه الفيديو. نتمنى يكون عجبك الفيديو، وخلي لي الراي ديالك في التعليقات شنو تبغي تشوف في الفيديو الجاي. تلاقاو في فيديو جاي.